السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مع بقاء كولر صح؟ لا أنا مع بقاء كولر. ماتش انتهى 1-0. أشرف بن شرقي في الدقيقة 93 ولا 94. إيه التخريف اللي أنت بتعمله ده؟ إيه التخريف ده؟ إيه التخريف اللي أنت بتعمله ده؟ إيه اللي أنت بتلعب بيه ده؟ فرقة بتلعب قدامك مدافع 90 دقيقة، 90 دقيقة مين؟ 96 دقيقة ولا 99 دقيقة بالشوط الأولاني. دلوقتي بدل الضياع بتاع الشوط الاولاني كسب 1-0 بالعافيه. ليه؟ تغيير تعامل الثلاثي دي ايه لازمتها؟ انت بدات الشوط الاولاني عايز تعدل بقى. لو انت مدرب واقف صح على الخط وفاهم انت بتعمل ايه، هتطلع احمد رضا وتنزل اشرف بن شرقي بس، وتخلي امام عاشور يرجع يلعب جنب مروان عطيه، يبدا هو 8 ومروان عطيه يبقى 6 واشرف بن شرقي على الشمال وحسين الشحات على اليمين وعندك الاثنين المهاجمين. لكن انا الشوط الاولاني جردشار بينزل يلعب 6 وسام ابو علي عمال يلعب لي على الطرف وينزل لي تحت. ما انا حاطط 2 مهاجمين ليه؟ عشان ما اعرفش اوصلهم للجون وينزلوا هم تحت، يقعدوا ينزلوا واحد يجي لي على الطرف وواحد يجي لي في نص الملعب، يبقى لازمتها الاثنين المهاجمين انت بتلعب بيهم. انت حافظ مش فاهم؟ مش عارف تمركز اللعيبه بالخطه 4-4-2، مش عارف تمركز اللعيبه. انت طلعت احمد رضا ماشي، نزل اشرف بن شرقي، خلي حسين الشحات على اليمين واشرف بن شرقي على الشمال والاثنين المهاجمين، وامام عاشور يبقى جنب مروان عطيه. لكن انت ما فيش، حتى امام عاشور واقف في الملعب تايه مش عارف هو واقف فين ولا بيعمل ايه ولا بيلعب ايه، ولا اي لعيب عارف هو بيعمل ايه. شفت اشرف بن شرقي نزل بالعقل، هو اللي عمل خطوره. الاخر كل فرقه حرس العيون كانت قافله من الشمال، وانت لو عندك واحد يمة اليمين هتعرف تلعب هنا وهنا. لكن ازاي انت طلعت حسين الشحات ونزلت لي اشرف بن شرقي ونزلت لي عمرو السوليه؟ نازل يعمل ايه؟ نازل يعمل ايه عمرو السوليه؟ انت بتركنه ماتشين 3 وبتقولي ما تجددلوش ويمشي؟ يعني مثلا عايزين تجددوا له بس انا مش هلعبه وابص الاقيك بتلعبه. يعني انت بتقول كبر في السن وابص الاقيك بتلعبه ماشي. وعمر الساعي فين؟ عمر الساعي مش ده اللي انت طالبه بالاسم وجابه لك ب 50 مليون من الاسماعيلي؟ طلعته بره القايمه خالص عشان تحط لي كريم ندفيد واكرم توفيق. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ونيجي نقول لك تمشي ولا نيجي نقول يا كابتن يا محمود يا خطيب الناس تطلع تهاجمنا تقول لك هو محمود الخطيب هيعمل ايه؟ ما هنستنى لما نقعد على الخازوق بعدين نشوف محمود الخطيب هيعمل ايه، صح؟ هو هنستنى كده، نستنى نقعد على الخازوق وبعدين نشوف الكابتن محمود الخطيب هيعمل ايه. ده منظر فرقه يا راجل، يا نهار ازرق. فرقه بتدافع قدامي 90 دقيقه، 90 دقيقه. ويا ريت ان يا ريت ان انا عارف اوصل الاثنين، بلعب باثنين مهاجمين، 2 مهاجمين مش عارف اوصلهم للجون. 2 مهاجمين مش عارف اوصل وانا واقف على الخط. اقسم بالله واقف تاع على الخط ما عارف هو بيعمل ايه. قسما بجلاله الله واقف تاع على الخط ما عارف هو بيعمل ايه. ايه ده؟ دي تغييرات دي؟ وفي الاخر جاي تنزل لي في الدقيقه 95 اشرف داري. ما بداتش بيه ليه جنب مصطفى العش؟ طالما انت وكان هينفعك في الكوره الطويله يا راجل. ده انت جالك ولا 70 كورنر في الماتش مش عارف تستغل ولا كوره ثابته ولا كورنر ولا اي حاجه يا راجل. التدريبات اللي بتتدربوها بقى، تدريبات لما فرقه زي الاهلي يجي لها بالثمان 9 ركنيات في الماتش ما تعرفش تستغل كورنر واحد؟ ازاي؟ فين صانع اللعب؟ مين اللي بيقوم بدور صانع اللعب؟ مفيش حد بيقوم بدور صانع اللعب. ليه؟ محمد مجدي قفشه مصاب وامام عاشور تاه في الملعب مش عارف هو بيلعب فين ولا جاي منين ولا رايح فين. وانت لو رجعته لعب 8 وبدأ من نص الملعب كان هو هيوصل لك المهاجمين دول مع الاثنين اللي اطراف مع الاثنين المهاجمين. لكن انت دماغك ما تجيبكش للكره دي. انت دماغك انت بتلعب حرس الحدود يا عم. انت بتلعب حرس الحدود، انت فاهم؟ انت بتلعب حرس الحدود زي ماتش الزمالك كده. بتلعب الزمالك بتحسن الزمالك هيطير لك الاثنين الباكين اللي عنده هيطيروا وهيخربوا لك الدنيا. تقوم انت جاي بقى ايه ده؟ انت فركوك قوي يا عم. يا عم الحاج روح بقى وارحمنا، خليها تيجي منك. الناس بتطلع تهاجمنا عشان بنقول يا كابتن محمود يا كابتن محمود يا خطيب انت مستنينا نقعد على الخازوق. بقول لك محمود الخطيب هيعمل ايه وطالعين يقولوا لك رامي رباعي اللي جاب لنا بطوله افريقيا. انا مشجع لو اقول لك رامي رباعي اللي جاب لنا بطوله افريقيا. ايه ده؟ دي منظر فرقه يا جدعان. دي منظر فرقه توصل هتلعب اقسم بالله نطلع من الهلال السوداني بالمنظر ده. الهلال السوداني هيحط علينا بالمنظر ده، قسما بجلاله الله لا هيحط علينا بالمنظر ده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ليه ما بتحطش عمر الساعي في التشكيله؟ ليه؟ انت في ماتش الزمالك كان قاعد احتياطي، في ماتش الحرس بتطلعه بره القايمه خالص. انت مدرب عبقري عالمي، انت بصراحه عالمي. لا انت عالمي يا عم. يا عم انت تعظيم سلام لمانويل كولر. السلام عليكم.